وهسه حبايبنا خلصنا مرقة البامية المجمدة مالتنا، وهذا شكلها النهائي، وألف عافية. لا تنسونا حبايبنا باللايك والاشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم نسوي وياكم طريقة عمل البامية المجمدة. تعالوا ويانا نكمل باقي الطريقة. وهسه حبايبنا نخلي اللحم على النار، نتركه يستوي ونرجع لكم. وهسه حبايبنا بعد ما خلاص المي مال اللحم نضيف الزيت او دهن اي شي يعجبكم، ونبدي نحمس اللحم. نضيف ملعقة طعام معجون، نحمس اللحم والمعجون بالشكل هذا. طبعا خلينا الثوم وياها، كسرنا الثوم وخليناه سوى ويا البامية واللحم. هسه نضيف قلاص مي، نضيف قلاص مي مثل ما قلنا. يخلص المي ونرجع لكم. وهسه حبايبنا بعد ما خلص المي مالته مثل ما تشوفون، هسه نضيف مي طماطم. طبعا سويتها بمحضرة الطعام. طبعا انتو شقد ما تردون تسوون عادي كيفكم. هسه مثلا اني نص كيلو بامية، اللحم حسب ما انتو تردون بالشكل هذا، شوفوا لا ممرود ولا شي، وطماطة نص كيلو. تفور نرجع لكم. وهاي حبايبنا مثل ما تشوفون هذا شكلها. هسه نضيف الملح واللمندوزي، مثل ما نقول دائما الملح حسب الرغبة. قليل من اللمندوزي بس هاي شوية، لين الطماطة حامضة والمعجون شا حامض، يعني بس حموضة خفيفة. واللي يحب حامضة أكثر يضيف لمندوزي أكثر. وهسه حبايبنا خلصنا مرقة البامية المجمدة مالتنا، وهذا شكلها النهائي، وألف عافية. لا تنسونا حبايبنا باللايك والاشتراك بالقناة.